السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أكلات من زمن فات، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم فكرة. الفكرة دي سهلة وبسيطة وكلنا عارفينها، بس أنا مش هقول لكم على الحاجة اللي أنا هعملها إلا لما تشوفوها وتقولوا لي الحاجة دي انتوا كنتوا بتسموها ايه لما كانت بتبقى موجودة عندكم في بيتكم يعني. برضو الحاجة اللي هنعملها من فضلات القماش، يعني دي حتة قماشة عندي مهملة، زي ما يكون نوع القماش اللي عندك أي نوع قماش. هاخد حتة القماشة بتاعتي لو هي مربعة وهطبقها زي ما انتوا شايفين كده مثلث على حسب الحاجة اللي انا هعملها. انت هتعملي الشكل على حسب اللي انت عايزاه، يعني انت لو عايزة تعملي دايرة هتقصيها دايرة، هتعمليها مثلث اعمليها مثلث. انا هعملها على هيئة قلب. فهجيب الورقة بتاعتي و... وهعمل ايه، وهرسم القلب الاول على الورقة. هرسم القلب الاول على الورقة بالشكل ده كده. كده اي رسمة قلب بقى زي ما تطلع معاكي اهي، انا عايزاها على رسمة قلب. ادي انا كده رسمت شكل القلب. بعد كده هعمل ايه، هقلب هحط الورقة تحت وهقص هقص على حسب الرسمة بتاعتي دي. يعني انا عاملة الورق متجوز اهي، فانا هقص بقى الورقة على حسب هقص القماش على حسب الورقة، او ممكن اقص الورقة الاول. هقص الورقة كده الاول عشان تبقى سهلة عندي اهي. هقص الورقة كده الاول اهي عشان احطها على القماش وبعدين اقص القماش حسب الشكل بقى اللي انت عايزاه. بس كده انا رسمت القلب اهو، وهحطه على القماش وهقص القماشة وهدي لنفسي مساحة اوسع شوية عشان الخياطة بالشكل ده كده اهو. هقص الاتنين مع بعض، يعني انا هقص الاتنين مع بعض. هقص القماش مجوز، مش هقصه مفرد. انا بقص القماش دلوقتي مجوز مش مفرد، وبوسع شوية زي ما انتم شايفين، يعني موسعة عن الورقة عشان الخياطة لسه بالشكل ده كده. واخد اليمة التانية برضو اهو، هعدلها كده واخد الشكل ده تاني واكمل قص اهي. الزيادات دي هتروح في الخياطة. بس كده. والحتة اللي في النص، الحردة اللي في النص هعمل القماشة كده. كل ده هيروح في الخياطة طبعا. وهعمل الحردة دي كده بتاعة القلب اهو. بس كده. بعد كده اصبح القلب عندي زي ما انتم شايفين كده اهو، اصبح شكل القلب ده بالظبط كده. بعد كده هعمل ايه بعد الخطوه دي؟ هعمل ايه بعد ما عملته قلب زي ما انتم شايفين كده؟ بقى قلب اهو. بعد ما عملته قلب زي ما انتم شايفين كده، هقلب القماشه على ظهرها. هقلب القماشه على ظهرها وهخيط داير ما يدور بالطريقه دي، وهسيب حته صغيره فاتحه هقول لكم الاخر هنعمل بيها ايه. يبقى انا هسد من هنا ومن هنا ومن هنا كده، وهسيب حته صغيره تحت. يعني انا هسيب حته صغيره تحت دي اللي هنستخدمها في الحشوه بتاعتنا. هقفل بقى الكاميرا واخيطها وارجع لكم. بعد ما خيطتها، شايفين خيطتها بالطريقه دي كده اهي، خيطتها داير ما يدور اهي. بس سبت هنا في الاخر الحته دي المفتوحه، هنشوف هنعمل بيها ايه دلوقتي. بعد ما خيطتها كده هقلبها بقى على الوش. هقلب القلب بتاعي اللي انا عملته على الوش، وممكن برضو وانا بقلبه القلم يساعدني في القلب
يعني ممكن وانتي بتقلبي اي حاجة تقلبيها بقلم اهي كده، بتبقى سهلة شوية عن اما بتقلبيها بايدك اهي. واعمليها كده، خديها كده هتتعدل معاكي اهي. بعد كده ده بقى شكل الايه، بقى شكل القلب اهو زي ما انتم شايفين، ادي شكل القلب. هعمل ايه بعد كده؟ بعد ما قلبته هجيب فايبر، ده فايبر، ده حتت فايبر عندي كانت خداديه قديمه او قطن. لو انت ما عندكيش فايبر هتستخدمي قطن. هتجيبي حتت من الفايبر دي وتحشي القلب بتاعك ده بيها. هتحشيها من الفتحه، هتحشي بقى من الفتحه اللي احنا ايه، اللي احنا فتحنا سيبناها مفتوحه. وهندخل برضو بالقلم بالطريقه دي كده. اجي اقفله بقى، لما اجي اقفله من تحت هدخل القماشه الواحده في التانيه وهاتني كده عشان الخياطه ما تبقاش باينه، وهحاول ان انا اخيط لجوه بالطريقه دي كده عشان الايه، الخيط ما يبقاش باين. طبعا احنا بنحاول نعمل بالحاجه اللي عندنا، ما بنشتريش حاجه، بتبقى حاجات بواقي عندنا. فانا عندي خيط ابيض هعمل بيه عادي ما يجراش حاجه، وممكن ما اخليهوش يبان برضو. يعني انا حاليا كده مش مخليه يبان اهو زي ما انتم شايفين كده. بس كده، هي غرزة كمان وخلاص. اللي عارف دي بقى هنعمل بيها ايه يكتب لي في التعليقات. وكنا بنسميها ايه زمان ما كنا بنعملها، كانوا بيعملوها من بواقي القماش وبيحشوها ممكن كمان من القصاقيس او من القطن. انا حشيتها في حبة فايبر عشان تبقى خفيفة. انت عندك قطن اعمليها بقطن، عندك حتت قماش اعمليها بحتت قماش، يعني اي حاجة هتنفع. بس كده. وادي شكل القلب زي ما انتم شايفين. هعمل ايه بقى؟ معايا زراير، اي انواع زراير ممكن نزين بيها القلب. ممكن مثلا نحطه كده اهو، نحطه في النص كده هيدي برضو شكل جمالي. بنخيطه كده اهو، شايفين؟ هنخيطه بالطريقه دي كده. اي بقى الشكل الجمالي ده بتاعك انت اهو. هتدخلي من ورا الابره، تدخليها من ورا بالطريقه دي كده. في النص بقى انت عايزه تحطيه في النص اي حاجه اللي يعجبك. الزرار اهو هنحطه في النص عشان يدي شكل كويس اهو زي ما انتم شايفين كده. وهشد كده وادخل الابره تاني واطلعها عشان الفايبر يهبط شويه اهو. كل ما اشد جامد الفايبر هيهبط شويه اهو. بصوا كده بقى شكلها بالشكل ده كده كده. بعد كده هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. دي احنا محتاجين ان احنا نعلقها. طب هنعلقها ازاي؟ يعني انا لما هاجي استخدمها لازم تبقى متعلقه. هنعلقها ازاي؟ هقول لكم دلوقتي هنعلقها ازاي. ده كده خلاص الزرار اهو. هقص الفتله من ورا. بعد كده هنعلقها ازاي؟ ممكن اجيب حته تنتله زي دي او اي حاجه، ممكن باستك، ممكن دبار، اي حاجه، اي فتله عندك تعمليها. ده اي تفنينه بقى من عندك. وممكن الدانتيل ده كمان نحطه على الطروف بتاعتها كده، هيبقى شكلها جميل جدا. يعني ممكن انا بفكر ان انا ازينها كده، ممكن اسيبها زي ما هي، وممكن ان انا الدانتيل ده اعمله اعلقه بيها، اعلق البتاعه دي بيها.
فكرتوا عرفتوا انا بعمل ايه؟ يا ترى عرفتوا انا بعمل ايه ولا لسه معرفتوش؟ اهي هخيطها بقى من ورا كده عشان دي اللي احنا هنعلقها بيها. اللي عرف بقى احنا بنعمل ايه يقول لي دي اسمها ايه وبنستخدمها في ايه. هي حاجة مهمة جدا وهتفيدك جدا. اللي عرف احنا بنعمل ايه يكتب لي بقى في التعليقات احنا بنعمل ايه. دي فكرة جميلة جدا اهي. دي عايز تتخيط بس شوية. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في دي؟ قولوا لي بقى دي اسمها ايه وبنستفيد بيها في ايه. ها اقول لكم دينا ايه. دي بقى كنا بنعملها زمان بقصاقيس القماش، بنعلقها عند التسريحة كده او على التسريحة من فوق، بنحط فيها الدبابيس والإبر والحاجات اللي كانت بتضيع مننا. هتعلقيها بقى في اي حاجة، والدبابيس اللي بتضيع منك وبتقع منك على السجاجيد كل شوية وبتحتاسي لما بتيجي تخرجي، هتروحي لما تيجي من بره تقلعي الطرحة هتحطي الدبابيس بتاعتك هنا، ودبابيسك كلها تبقى محطوطة قدامك متعلقة على التسريحة كده، شكلها جميل وشايفاها مش هتحتاري ولا تحتاري في الدبابيس والحاجات دي. ايه رأيكم في الفكرة الجميلة؟ اتمنى ان انتوا تجربوها وما تنسوش اللايك والشير. طبعا دي ممكن انا عاملاها على شكل قلب، انتي ممكن تعمليها على شكل وردة، على شكل اي حاجة تعجبك، شكل دايرة، اي حاجة تعجبك هتبقى شكلها جميل. تنسوش بقى الكومنتات واللايك والشير. سلام عليكم.